الحاجة الوحيدة اللي ضافها 3D للفيلم هو 30 جنيه على سعر التذكرة. زي ما كلنا عارفين ان معظم الافلام العربي الرعب ما بيحلفهاش الحظ قوي، وبتكون يعني اي كلام. شفنا اكتر من تجربه فاشله وما بتكونش على قد المستوى، وما بتكونش رعب اصلا، وتبقى افلام ضحك في الاخر. لكن فيلم يوم 13 غير المفهوم ده شويه صغيرين. فيلم من اخراج احمد عبد الله، بطوله احمد داوود، دينا الشربيني، شريف منير، ومحمد ثروت. الفيلم بيحكي عن شاب كان عايش في كندا لمده 19 سنه، وقرر انه ينزل مصر ويدور على اهله. بيكتشف انه عنده قصر، والقصر ده بيقرر انه يبيعه. وبيكتشف برضه ان القصر مسكون وملعون بارواح شريره، ومحدش بيرضى يشتري القصر ده طبعا. فبيقرر يبات فيه عشان يعرف الحقيقه، ومن هنا بيبتدي احداث الفيلم بتاعنا. انا مش فاهم اصرارك، انت ليه عاوز تبات في القصر؟ ما هو مش هينفع ابيع قصر بيتقال عليه مسكون. ابسط حاجه هيقوله طيب ما سكنتش فيه ليه ما دام هو مش مسكون. ده لو مش مسكون فعلا. ده اللي هكتشفه لما بات فيه. طيب هل الفيلم حلو؟ هل الفيلم يستحق؟ هل الفيلم زي ما بيقولوا كده اول فيلم عربي 3D رعب بلا 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 زي كونجيوريك هيفجرك من الرعب، هتخاف مش عارف ايه؟ هجاوبك على كل ده، بس طبعا انت عارف بنعمل إيه الاول. سبسكرايب، لايك، الكلام ده. الاول نتكلم عن ايجابيات الفيلم. اول حاجه هي تجربه جديده ومحاوله وبدايه معقوله لفيلم رعب مصري. تجربه تقنيات جديده زي 3D. تاني حاجه وهي اداء محمد ثروت كان حلو جدا، الوحيد اللي حسسني بعدم ارتياح في وجوده. على عكس بقيه الممثلين كنت بحسهم متصنعين ان هم عايزين يخوفوني كده، بيحاولوا يخوفوني بالعافيه. ال 3D او الكام لقطه 3D الموجودين الى حد ما معقولين جدا، طالما احنا بنتكلم في حدود فيلم مصري بامكانيات وانتاج مصري. الاداء التمثيلي لاغلب الممثلين كان معظم الاوقات كويس جدا. الموسيقى التصويريه والاجواء كانت حلوه جدا برضه. لو قسمنا الفيلم نصين هنلاقي ان اول الفيلم بيحكي عن قصه، والنص التاني بيحكي عن قصه تانية خالص. النص الاول كان بيعرفك بالشخصيات وعايز يخوفك ويخضك بالعافيه. ده الحقيقه ما نفعش معايا خالص، وكان ممل في اغلب الاوقات، واوقات تانية كان مزعج. النص التاني بدأت القصة توضح وتتفهم أكتر وأكتر، وبتفهم إنها مش مرتبطة بالجزء الأول أصلا. وبدأ يحكي قصة تانية خالص، وبياخدك في سكة وحتة تانية خالص غير الحاجة اللي كان بيحكيها في الأول. والفلاش باك يا جماعة، الفلاش باك كل الأفلام بقت بتعمل لك فلاش باك، بتقحم فلاش باك في قلب الموضوع. طب طالما كل الأحداث الحلوة في الماضي وبتعرضها فلاش باك، طب ما تخلي الفيلم أصلا في الماضي وريحنا، ولا هي فزلكة على الفاضي وخلاص. نيجي بقى للسلبيات. الانتاج مش احسن حاجه برضو، يعني هو في حدود الانتاج المصري معقول، لكن لو هتيجي تقارن كفيلم وانتاج فيلم رعب 3D وكده. تاني حاجه الفيلم مش بيخوف الا لو انت قلبك ضعيف جدا، يعني انت بتخاف من الهوا. الاعتماد الكلي على الجامب سكيرز، وكلها كانت بني ادمين، مش حتى عفريت ولا شبح ولا اي حاجه، لا هو كادر جديد في واحد واقف في وشك، هو المفروض تتخض، وده ما كانش بيخض خالص. 3D يا جماعه، 3D يا جماعه مش شايف انه ضاف اي حاجه للفيلم غير ال 30 جنيه في سعر التذكره. الفيلم كان عايز يخوفك بالعافيه، عارف لما تبقى كده قاعد مع واحد صاحبك ويقعد يحكي لك على البيت مهجور ويخوفك منه وبيأفور في الكلام ده، كان نفس احساسي طول الفيلم. وطبعا مش عايز اقول ان القصه محروقه قوي قوي قوي. قصر مسكون، شخص مسافر راجع يدور على اهله فبيكتشف سر في القصر، وبلا بلا بلا. كأي فيلم مصري ما ينفعش النهايه تكون حلوه، لازم تكون متكروته. النهايه كانت مش وحشه قوي، بس كانت ممكن تكون احسن من كده بكتير. وفي الاخر قبل ما تشتم، الرعب نسبي يا جماعه جدا، يعني ممكن اللي يخوفك ما يخوفنيش، واللي يرعبك ما يرعبنيش. اي حاجه هترعبك مش هترعبني عموما، انا ما بخافش مبدئيا يعني. ولو شفت الفيلم قول لي رايك في الكومنت، هل الفيلم عجبك؟ هل الفيلم شايفه اي كلام، ضحك، رعب؟ ايه رايك؟ بس كده، لو عجبك الفيديو انت عارف، متنساش اللايك والسبسكرايب. سلام.